حالتنا النهارده كانت جايه العياده علشان تشيل كيس دهني، وكيس دهني كان حجمه كبير وموجود تحت العضلات في اعلى البطن تحت الثدي بالظبط. يعني كيس دهني صعب شويه في استخلاصه وكده، لان احنا لازم نفتح في العضله نفسها ونطلعه من تحت العضله، والعضله دي كمان بيبقى تحتها الضلوع والرئه، فلازم تكون ماشي بشكل يعني مظبوط قوي علشان خاطر ما يحصلش مشكله. بس الحقيقه الكيس الدهني ده مش المشكله، يعني هي جايه تشتكي من الكيس الدهني ده علشان تشيل، هو فعلا صعب وعامل منظر مش كويس. بس انا وانا بكشف عليها لقيت دي الحسنه الصغيره دي. الحسنه الصغيره ديت شكلها غير منتظم ومرتفع عن سطح الجلد، وهي بتقول انها اتغيرت في شكلها وفي حجمها، بس انا مش في دماغي يعني. لكن انا اللي مقرقني كله هو الكيس الدهني. لا، انا بالنسبه لي الحته الصغيره دي اهم بكتير جدا من كيس الدهن، رغم ان دي يشيلها اسهل بكتير ودي يشيلها اصعب ودي اللي باينه اكتر. بس الحسنه دي ممكن تقلب بحاجات تانية مش كويسه خالص، لدرجه ان احنا لازم نعمل لها تحليل انسجه. يعني الحسنه الصغيره دي لازم نعمل لها تحليل انسجه عشان نطمن ان مفيش اي مشكله فيها وما فيهاش اي خلايا لا قدر الله سرطانيه. وده مهم قوي 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 في التشخيص. عشان كده لازم الدكتور دايما يكون عين للمريض نفسها، الطبيب نفسه لازم يكون عين للمريض نفسه. ان شاء الله تقوم بالسلامه.